بيبدأ فيلم النهارده بساحرة اسمها إيلين، وكانت مسافرة على بلد بعيدة، وبنعرف إنها كانت هربانة عشان سممت طليقها، وكانت بتقول لنفسها هبدأ حياة جديدة في بلد هادية وغابات وأشجار كتير ومحدش يعرفني فيها. وكانت بتفكر في طليقها جيري، وبتفكر في اللي عملته فيه، وبتقول مسكين وزعلت على موته قوي. وبتفتكر كمان كلام دكتورها النفسي إنها كويسة وحالتها مش صعبة. وبتلاحظ إن في عربية شرطة وراها وبتترعب، وبيطلب منها الضابط إنها تركن على جنب. وبعد ما وقفت نزل لها ضابط اسمه جيف، وعرفها ان فوانيس عربيتها مش شغاله وان كده مخالف. وبتفرح طبعا انها مش مطلوبه، وبتتاسف وبيعرفها ان هو مش هيعمل لها مخالفه المره دي. وبعدين بيسيبها وبيمشي، وبتطلع إيلين بالعربيه وبتدخل على المدينه. وكانت بتقول لنفسها ان الرجاله ضعفة بس لازم نتعامل معاهم بحذر وذكاء. وبعد شويه بتوصل على البيت اللي هتعيش فيه، وكان بتاع واحده صاحبتها اسمها برباره. ولما نزلت قابلتها واحده اسمها تريش ورحبت بيها وقالت لها انها حلوه قوي، وبتعرفها ان هي مصممه الديكور بتاعه البيت وان معاها نسخه من المفتاح. وبعد ما دخلوا عرفتها إيلين ان بربره صاحبتها وانهم اتعرفوا على بعض في سان فرانسيسكو. وبتطلب من تريش انهم ينزلوا يشربوا قهوه، وبتوافق تريش وبتعرفها ان في مكان قريب وهيعجبها. وبعد شويه بيروحوا على الكافيه وكان جميل فعلا، وبتحب إيلين المكان، وابتدت تتكلم عن فتى احلامها واللي هي بتحبه في الرجاله. وكان واضح من كلامها انها بتحب الرجاله قوي. وحكت لها كمان عن طليقها جيري، وانه بعد ما مات هي اتولدت من جديد، وانها بقت ساحره. وبتستغرب تريش من كلامها وما كانش عاجبها. وابتدت إيلين تحكي لها عن صاحبتها برباره وعن صاحبها قيان، وان هما اللي حببوها في السحر وفي الحياه الجديده. ومن كتر كلامها الحلو عن الرجاله تريش قالت لها لا، وان مش لازم ننفذ لهم كل اللي هما عايزينه، وان الستات لازم يتساووا بالرجاله. وحكت لها عن جوزها ريتشارد وانها بتعامله بشده، وان مش لازم يتعامل على انه امير. وكان رد إيلين انها ما تقدرش تعمل كده، وانها مدمنه حب. وبيدخل عليهم ريتشارد وهما بيتكلموا، وبيبص على إيلين قوي، وبتعرفهم على بعض. وبصت له إيلين بصات غريبه. وبترجع على البيت وكانت بترسم رسومات مش مفهومه، وابتدت تحضر خلطات سحريه من الاعشاب، وكانت بتعمل كميات كبيره وبتصبها في ازايز، وكان ده عشان التعويذات والسحر. وكان باين عليها انها مستمتعه قوي ومبسوطه. وبنعرف ان التعويذه اللي بتعملها تعويذه الحب عشان اي راجل يبص لها يحبها على طول. وبتحضر الطقوس وبتبتدي، وكانت بتطلب من الالهه بتاعتها رجاله حلوه، وكانت بتقول انها هتحبهم قوي وعايزاهم يحبوها زي ما هي بتحبهم واكتر. وتاني يوم الصبح وكل اللي بيشوفها بيبص عليها قوي، وكانت رايحه محل اعترض بيع اعشاب السحر. وبتدخل وبتعرض على البنت اللي شغاله ازايز السحر بتاعتها، وبتعجبها وبتقول لها انها هتشتري الكميه كلها. وبعد ما بتخلص بتخرج وبتروح تقعد في حديقه وابتدت تاكل. وكانت بتقول لنفسها انها ساحره عشان تاخد كل اللي هي عايزاه. وهي قاعده بصت قوي، وكان راجل واقف مع صاحبته، واول ما بيشوفها بيسيب صاحبته وبيروح عليها، وقال لها ان اليوم جميل والطبيعه حلوه. وقالت له انها عارفه انه بيحب الطبيعه والغابه، وكان مستغرب قوي وبيقول لها فعلا، وانه عنده بيت في الغابه وبيروح عليه كتير مع صاحباته. وبسرعه بتعرض عليه ياخد بنت جديده على هناك، وطبعا بيوافق. وكان بيقول لنفسه ايه السهوله دي، وبياخدها وبيمشي. وكانت صاحبته واقفه بتتفرج ومش فاهمه ايه اللي حصل، وما كانتش مصدقه. وبيركبوا العربيه وبيمشوا وبيوصلوا على البيت في الغابه، وكان الليل دخل. وبتديله مشروب وبتقول له يشربه، وده كان مشروب الهلاوس والموت البطيء اللي هي عاملاه. وبياخد الازازه وبيشربها كلها. ولما دخلوا راحت على المطبخ عشان تعمل اكل ويتعشوا مع بعض، وبيقعدوا فعلا وبياكلوا وبيشربوا. وبيعرفها رين ان هو استاذ في الجامعه وبيحب شغله، وكان ابتدى يدوخ. وسالها عن المشروب اللي هي اديتهوله، وبتقول له انها اعشاب هلوسه. وبنلاحظ ان هو كان مبسوط وقال لها انها شخصيه مريبه. وبعد كده طلعوا مع بعض على فوق وعاشوا حياتهم. وبعد شويه بيقول لها ان هو حاسس بشعور غريب، وانه بيحبها قوي وعايز يكمل حياته معاها. وابتدى يعيط زي العيال الصغيره، وقال لها انه خايف وتعبان. وبعد شويه بتنزل على تحت، وكانت بتقول لنفسها انه طلع عيل وجبان، وانا اللي كنت فاكره اني لقيت الحب الحقيقي. وبتنام وبتصحى تاني يوم وبتروح تعمل فطار، وبتروح على راين وكان شكله تعبان وبيقول كلام غريب وشكله غريب. وعرفها انه حلم احلام غريبه، وسالها لو كانت بتحبه ولا لا. وبعدها بتنزل على تحت وبتفتح الكوتشينه، والقلب كان فيه سيوف. وبتطلع جري عند راين وكان ميت طبعا، وبتسيبه وبتروح تحضر ازازه، وكانت عملت طقوس غريبه. وبتاخده على الجنينه وبتحفر حفره كبيره وبتدفنه، وبتحط على قبره الازازه وولعت في الجاكيت بتاعها. وبتروح وبتاخد حمام دافي. وتاني يوم الصبح وبتاخد عربيته وبترجع بيها على المدينه، وبتروح على بيتها وكانت بترسم الرسومات الغريبه بتاعتها. وبعد شويه بتروح لها تريش وبتقعد معاها، وبتحكي لها انها قابلت واحد وحبته بس طلع مش تمام. وبتعرفها تريش انها مسافره على دالاس، عندها معرض هناك وهتغيب شويه، وان ريتشارد جوزها مش هيسافر معاها عشان شغله. وفي نفس اليوم بالليل في البار، وكان الناس بيتكلموا ان البلد ظهر فيها اكتر من جثه الفتره الاخيره، والجثه بيبقى منحوت عليها رموز ونجمه خماسيه، وان شكل الساحرات رجعوا البلد. وفي نفس المكان بتظهر اخيرا برباره صاحبه البيت وصاحبه إيلين. وكانت إيلين بتقول لها انها كانت لازم تسافر عشان الشرطه ابتدوا يضايقوها من بعد موت جيري طليقها، مع انهم ما قدروش يثبتوا عليها حاجه. وبنعرف ان بربره هي كمان ساحره، وحكت لها إيلين على راين. وكان رأي بربره انها مش لازم تلعب بتعويذات الحب وتاخد بالها،
وبيوصل قيان وبيسلم على إيلين، وده كان الساحر الكبير بتاعهم، وقال لها انه سمعهم وهم بيتكلموا عن التعويذ، وعرف إيلين ان التعويذ ما بتشتغلش زي ما هم عايزين بالظبط، وانها برضه ليها اضرار. وهم بيتكلموا واحد من الموجودين قال لهم انهم لازم يروحوا على بلدهم، وان الصحراء مش مرحب بيهم هنا، وقال لهم قيان محدش يرد عليه وسيبوه يتكلم. وابتدى يحكي لإيلين على انواع السحر الجديده اللي هو بيتعلمها، وقال لها كمان ان هو جايب بنتين جداد يتعلموا السحر، وبيوصلوا البنات وكانوا توأم وبيعرفهم عليها. وبعد شويه بتروح إيلين وكانت دايما بتمسك صور جيري وبتفكر في كلامه الحلو ليها. وبنروح على اسم الشرطه وبيظهر الرقيب جيف، وكان لسه مترقي وبنعرف انه صعب وما بيحبش الستات، وكان المساعد بتاعه الرقيب ستيف. وبعد ما دخلوا المكتب وصلت صاحبه راين وطلبت تقابله، وكانت رايحه تبلغ ان راين اختفى بقاله اسبوعين ومش باين، وقالت لهم انها كانت معاه اخر مره ظهر فيها، وانه اتعرف على ست غريبه ومشي معاها. وعلى طول بينزلوا الظباط ومعاهم تشيلي وراحوا على بيت راين اللي في الغابه، وبيدخلوا بسرعه وبيعرفوا انه كان معاه واحده ست في البيت، وكانت ريحه المكان وحشه قوي والاكل مكانه. وبينزلوا جري على الجنينه وشافوا مكان الدفنه بتاعته والازازه بتاعت إيلين، وقالوا انه اكيد مدفون هنا، وابتدوا يحفروا فعلا في المكان. وبنروح عند إيلين وكان ريتشارد جوز تريش قاعد معاها، وبنعرف ان هي اللي اتصلت بيه وعزمته على العشاء، وكان بيقول لها ان هو مبسوط ان هي كلمته لانه كان قاعد لوحده بعد ما مراته سافرت على شغل، وابتدت تعمل الاسطوانه بتاعتها انها وحيده ومش لاقيه حد يحبها. وكان ريتشارد متجاوب معاها ومتاثر، وطبعا عزمت عليه بالمشروب بتاعها، وهو على طول شرب الكميه كلها. وابتدى يحكي لها ان هو مش سعيد في حياته وانه تعبان مع مراته، وحكى لها عن كل مغامراته. وبعد شويه ابتدى يدوخ وهيبدا الهلوسه، وبياخدها وبيطلع على فوق، وطبعا مش محتاجين شرح. وفي الاسم كان الضابط جيف ابتدى يدور في موضوع السحر، وبيعرف زميله ان هو هيروح لاستاذ كبير في السحر ويساله عن شويه حاجات، وده طبعا بعد ما لقوا الازازه جنب جثه راين، وكانوا عرفوا انه سبب الوفاه اعشاب مسمومه وبتعمل هلاوس قبل الموت. وبالفعل بيروح يقابل الاستاذ اللي قال عليه، وبيشوف الازازه وقال له ان ده شغل ساحره، وعرفوا ان الساحرات رجعوا البلد تاني وابتدوا يشتغلوا من فتره، وحكى له عن طقوسهم وتعويذاتهم وفهموا حاجات كتير عنهم. وكان الصحراء فعلا متجمعين وبيعملوا الطقوس بتاعتهم في مكان سري، وإيلين كانت معاهم. وبيروح عليها قيان وبيقول لها ان ضحاياها بقوا كتير، وبتقول له انها مش فاهمه قصده وبتسيبه وبتمشي. وبنروح عند ريتشارد وبقى تعبان وبيشرب على طول وماسك الكوتشينه، وكانت تريش رجعت وتصرفاته كانت غريبه معاها وبيعملها وحش، وكانت مستغربه وقلقانه عليه. وبعد ما طلعت تنام قعد يعيط زي العيال الصغيره، وده كان مفعول الاعشاب. وتاني يوم الصبح بيروح جيف على محلات الاعشاب السحريه وبيقابل صاحبه المحل، وسالها عن الازايز ومين اللي باعها لها، وبتجاوب انها اشتريتها من واحده اسمها إيلين. وكانت إيلين في البيت وبتعمل ازايز تانية وبيخبط الباب، ولما فتحت كان جيف وقال لها ان هو ظابط من اسم الشرطه، وان في جريمه قتل وتحقيق وانه هيستجوبها. وبيسالها عن راين وقالت له ان هي ما تعرفوش، ولما قال لها انها ساحره قالت له وما عملتش حاجه غلط القانون يعاقب عليها. وابتدت تكلمه بحنيه وتقول له انها ما تقدرش تاذي حد، وبتعيط وبتصعب عليه وبيتاسف لها اذا كان زعلها. وبتلف وبتبص له البصه بتاعتها وقالت له انها شافته قبل كده، وانها حاسه ان هو قدرها ومستقبلها، وشكله كده كان مبسوط من كلامها. وبيقول لها ان في واحد صاحبه عنده مزرعه كبيره واسطبل خيل وعامل حفله، وانه عازمها هناك بكره. وتاني يوم الصبح وبيروحوا فعلا وكانوا راكبين خيل، وبينزلوا من على الاحصنه، وبيقول لها ان هي حبيبته النهارده، وبيسمعوا صوت مزيكا، وبيقول لها يلا نروح نشوف في ايه. ولما وصلوا كانت الحفله، وبنعرف ان اصحابها السحرة هم اللي عاملين الحفله دي، وكان قيان وبربره هناك. ولما شافوهم بيسالها جيف لو تعرفهم، وبتقول له وانهم اصحابها. وبيقول المهرج ان دول امير واميره ولازم نعمل لهم حفله جواز، وبالفعل ابتدوا يجهزوهم وكانهم عرسان وكانه فرح. وطبعا ما كانش حقيقي، وده كان زي لعبه العريس والعروسه، وكان شكلهم حلو قوي وكانهم امراء بجد، وبيقعدوا وبيستمتعوا باليوم. وكان بيقول جيف لنفسه ان ده مش جواز وان انا ما بحبش حد وكله ده هزار. الراجل اللي بيحب بيبقى ضعيف، اللي بيقرب من الستات اكتر بيعرفهم على حقيقتهم وبيكرههم. وتاني يوم في الاسم وبيروح المساعد لجيف وبيقول له ان هو عنده معلومات جديده عن إيلين، وبيفاجئوا جيف انهم لازم يسيبوا القضيه دي، وان القانون ملوش دعوه بالصحراء. وبيرد عليه ستيف انه عارف انها كانت متهمه في جريمه قتل طليقها، وبيأكد عليه ان الست دي خطيره ولازم تتراقب. لكن جيف ما كانش مهتم بكلامه وكان بيدافع عنها، وكان ستيف مستغرب منه قوي. وبنروح عند تريش وكان ريتشارد بقى واحد تاني، وكانت بتنده عليه وما بيردش. ولما دخلت عليه الحمام لقيته انتحر ومات ريتشارد. وبعد كام يوم بتقابل إيلين وحكت لها على الفتره الاخيره قبل موت ريتشارد، وانها حاسه ان معاملتها كانت وحشه معاه طول عمرها، بس حاسه كمان ان في ست دخلت حياته الفتره الاخيره، وانها لازم تعرف الست دي اللي كانت سبب في موته. فبتغير إيلين الموضوع وبتقول لها انها بتحب جديد وهتتجوز قريب، واديتها الخاتم اللي جيف لبسه لها واستأذنت وقامت ومشيت. وبعد شويه اكتشفت تريش انها نسيت الخاتم معاها، وبتتصل بيها لكنها ما بتردش. فبتقوم وبتروح لها على البيت، وطبعا معاها مفتاح وبتفتح وبتدخل. وكانت إيلين مش موجوده، وبتدخل تريش اوضتها وابتدت تجرب لبسها وحاجتها وتحط ميك اب من بتاعها. وهي بتبص شافت صوره جوزها ريتشارد واتصدمت، وبتشوف تعويذه عليها اسمه وصورته وهو مع إيلين، وطبعا بتفهم كل حاجه. وبتدخل عليها إيلين وكانت عايزه تطعنها،
فبتحس بيها وبيمسكوا في بعض وبتقول لها ان هي اللي قتلت جوزها، وبتنزل فيها ضرب وبتسيبها وبتقول لها انها لازم تاخد حقها وحق جوزها. وفي نفس اليوم بالليل وبيروح جيب على البار، وكان البنتين الصحراء جداد بيعملوا عرض، وكان نفس الراجل بيقول ان دول اصحاب الصحراء واكيد صحراء زيهم، وانهم بقوا موجودين في كل مكان وهيدمروا المدينه. وبتوصل إلين وبتقعد مع جيف وبيقول لها ان نتيجه الفحص وصلت، والتحاليل قالت ان اللي كان في الازازه حاجات تخصها، وكمان تريش اتهمتها بقتل جوزها، وبترد عليه ان حتى لو هي شريره هو مش هيحبسها، فبيقول لها انها مش طبيعيه وانها مريضه، وبتقول له انها ما قتلتش حد وان هم اللي ماتوا من الحب، وكان رده ان ده جنون وانهم ماتوا من التعويذ والاعشاب السامه، وقال لها انها عامله زي الحفره الكبيره وعامله نفسها مطيعه وطيبه وفاكره الرجاله كلها زي بعض، وبيفهمها ان هو ما بيحبهاش. وهنا ابتدت تتنرفز وتعلي صوتها، والموجودين ابتدوا يسمعوا الكلام، وكان جيف قرر ان هو يعتقلها، وبتقول واحده ان هي دي اللي قتلت المعلم ولازم تموت، فبيهجموا عليها وبيقولوا انهم لازم يخلصوا على الساحره، وبيحاول جيف ان هو يدافع عنها وهم ماسكينها وعايزين يموتوها، وبيقدر ينقذها من ايديهم وبيطلعوا جري على العربيه وبيقدروا يهربوا منهم، وبيروح على البيت عندها وكانت جايبه له المشروب، وبتقوله انها بتحبه اكتر من اي حد، وبياخد من ايديها الكاس وبيحدفه على الارض، وكان بيبص لها جامد وابتدت تخاف منه، وبتشوف فيه كل الضحايا راين وريتشارد وطليقها جيري، وبيطلع جيف على السرير وكانه مسلوب الاراده، وبتمسك السكينه وبتضربه بيها وكانت مبسوطه، وبتقول بيحبني وهيطلب مني الجواز، وبتفتكر اليوم اللي كانوا فيه مع بعض ومات جيف، وهتهرب إلين على بلد تانية. وبكده خلص الفيلم العجيب ده. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.